تخيل يا صديقي قعدوا 10 سنين يسحبوا من المقبرة تماثيل ويبيعوها، بس لما دخل المقبرة يا صديقي انبهر. مقبرة كاملة منحوتة في الجبل بسبب اقتصاد عيلة عبد الرسول زي ما قلنا قبل كده، وما كانوش بيبيعوا القطعة مرة واحدة وكانوا بيطلعوها حتة حتة وبشويش. فده خلى المقبرة لسه مليانة آثار. على طول بعت إيميل لمسبيرو وحكاله على الآثار اللي شافها بعينيه. مسبيرو بيقول أنا ما كنتش مصدق، أنا كنت فاكر إن الصدمة أثرت على إيميل ولا حاجة، وبعت 400 جندي مدججين بالسلاح علشان يحرسوا المومياوات في مكانها. وتم نقل القطع الأثرية المكتشفة علشان تتعرض في المتحف المصري. بيقول إيميل إن وقت ما كانوا بينقلوا القطع الأثرية، عويل وصوات نساء القرية كان شديد جدا، ورجالة القرية كانوا بيضربوا نار في السماء، لدرجة إنه تخيل إن لعنة المصريين القدماء حلت عليهم. لكن في الحقيقة هم بيعملوا كده يمكن الجنود تخاف وتسيب أجدادهم في حالهم. المهم يا صديقي إن المقبرة دي اتسمت بمقبرة 320. الاسم الأشهر ليها هو خبيئة الدير البحري، واللي معزة عبد الرسول هي اللي قدرت تكشف عن السر بتاعها. وعايز اقول لك يا صديقي ان جاستن ماسبيرو مع انه مش مصري لازم نقر انه حافظ على الاثار قدر المستطاع. كان سهل جدا في التوقيت ده انه ياخد حته من التورته. الراجل ده حرفيا بعد الموضوع ده سن قوانين صارمه، زي مثلا ان مفيش حاجه اسمها ان اللي يكتشف مقبره ياخد نصها، غير انه في التوقيت ده كان اكتر شخص متربص للتجار ولصوص الاثار. المهم يا صديقي عيله عبد الرسول فين بعد كل اللي حصل ده؟ اتعرض عليهم يا صديقي فدادين وذهب من اعيان بلدهم والبلاد اللي جنب بلدهم، ظنا يعني يا صديقي ان هم عارفين طريق اثار تانية، بس هم كانوا بيرفضوا والغرور كان واخدهم قوي. ولكن يا صديقي لما تكمل معايا باقي قصة عيلة عبد الرسول هتكتشف ان هي اغرب من كده بكتير. تقريبا يا صديقي العيلة دي يا اما مرزقة يا اما مبروكة، لان ملهاش اي تفسير تاني غير كده. بس المرة دي بقى يا صديقي الصدفة ما كانتش معزة، الصدفة والمفاجأة جاية عن طريق كوباية مية.